جبت لكم واحد الصابلي بريستيج بزاف بنين، مزيج بين أذواق مختلفة، مستحيل اللي يذوقو يعرف باش مخدوم. هاد الوصفة غير خبوها، على بالي راح ديرو به حالة في العيد، يجي يدوب في الفم، وجبته لكم أكيد مقادير مضبوطة. السلام عليكم غالياتي، مرحبا بكم، إن شاء الله كامل تكونوا بخير، وإن شاء الله الفيديو تاع اليوم يلقاكم كامل ملاح ومهنيين. ما تنسوش الصلاة والسلام على رسول الله، وما تنسوش تخلوا لي جيم الفيديو مع تعليقاتكم الحلوين. اليوم جيت نطلع عليكم بوصفة تاع صابلي بريستيج من حلويات عيد 2026. يجي بزاف بنين الصابلي هذا، يخبوه للعيد ولا من المناسبات. ندوزو الوصفة وطريقة التحضير. هنا في ان ريسيبيون درت 250 غرام مارغرين، اكيد اللي تكون طرية. زدت عليها كاس ناقص صباع سكر ناعم ولا سكر كلاص، اكيد اللي نغربلوه. نزيد عليهم الرشة تاع الملح اللي تكون ضرورية في الحلويات، مع لاغوم تاع الجوز اللي راح تمدلو بنة بزاف هايلة، واللي ما تكونش عندها تقدر دير لافاني. ونخلط كلش. هنا معلول كنت راح نخلط بالباتور، مي المارغرين كانت بزاف يعني ما كانتش طريه، على بالكم ما راناش في الصيف، على هذه كنت خلط بسباتول كيما راكم تشوفوا، ومن بعدك نكمل بالباتور. وانتوما اكيد تخلطوا باش تحبوا، يعني باش الحاجه اللي تكون متوفره عندكم. هنا خلطت مليح هذيك المارغرين مع السكر كلاص، كيما قلت لكم رشه تاع الملح مع لاغوم تاع الجوز، وهنا كنت ضفت لهم ربع كاس تاع الزيت. ونخلط كامل المكونات ديالي بالباتور. هنا بعد ما خلطت كامل المكونات مليح، نضيف عليهم حبة بيض وزوج صفار. حبة بيض نديروها كاملة، ونضيف معاها زوج صفار تاع البيض، ونكمل نخلط بالباتور. ما تنسوش خياتي ديرونا بارطاج لا فيديو مع حباباتكم وصحاباتكم والناس اللي قراب ليكم، هكا باش تكبر العائله تاعنا. هنا بعد ما كنت خلطت كامل المكونات ديالي مليح، هنا نضيف كاس غير ربع كاوكاو اللي يكون محمص ومرحي بالقشور، يكون مرحي رقيق. وضفت معاه نص كاس تاع الجلجلان ماشي محمص، معناتها درت كاس غير ربع كاوكاو كيما قلت لكم بالقشور محمص ومرحي رقيق. ضفت تان نص كاس تاع الجلجلان ما كنتش حمصته. زدت عليهم نص كاس تاع المايزينا مع زوج مغارف كبار تاع الكاكاو، وخلط كلش كيما شفتم. هنا نبدا نلم بالفارينة مع مغرف صغيرة خميرة تاع الحلوى. هنا الفارينة كل وحدة على حساب الفارينة ديالها، أنا كنت استعملت فارينة سيم تاع الكيلو، أنا هي اللي تعجبني بزاف في الحلويات. وهنا نبدا نطم في لاباط تاعي حتى تحصل على عجينة كيما تاع الصابلي، أكيد دوك تشوفوها معايا. هاد الحلوى بزاف بنينة كيما شفتوا، درنا لها الكاوكاو، درنا لها الجلجلان، درنا لها لاغوم تاع الجوز. كيما قلت لكم لاغوم تاع الجوز اللي ما تكونش عندها تقدر تكتفي بلافاني، وتجي بزاف بنينة، الجو تاعها بزاف هايل. هنا بعد ما لميت العجينة ديالي كيما راكم تشوفوا، هنا نجيب كيس بلاستيكي كيما تقدروا تجيبوا، يعني تستعملوا بابي كويسون ونفتحوا العجينة تاعنا. الكيس تاع البلاستيكي راح يساعدكم. واللي ما يكونش متوفر عندها ترش البلون دو طرافاي تاعها بالفارينة وتفتح العجينة ديالها. كيما راكم تشوفوا هنايا نفتح كامل العجينة ديالي، كنت قسمتها أكيد على قسمين، ونبدأ نطبع فيها كل وحدة تطبع الشكل اللي راهي حابته هي. أنا كنت استعملت هذا الطابع اللي جاي أوفال، وانتوما ديروا الشكل اللي حبيتو قلب، حبيتو ديروا مثلث، يعني كيما تحبوا تطبعوا. هنا نطبع كامل الحبات دياولي ونديرهم في السنيوة اللي كنت درت لها بابي كويسون. الكيس تاع البلاستيكي راح يساعدكم بزاف كي ترفدوا الحبات تاعكم كيما راكم تشوفوا، والطابع نطبعوا ونرفدوا، ما نزغطوش هكا باش ما يتخسرش الشكل تاع الحبة تاعنا. كيما راكم تشوفوا حبيباتي الطريقة بزاف سهلة، ماذا بيا تخلوا لي جيم لا فيديو مع تعليقاتكم. اللي كانت اول مرة زارت القناة نقولك دعميني بالابوني وفعلي الجرس هكا باش يلحقك كامل جديد. وهنا نكمل كامل نرفد هذوك الحبات دياولي كيما راكم تشوفوا. قلت لكم الكيس تاع البلاستيكي الكيس بلاستيكي عفوا راح يساعدكم في الخدمه بالبزاف. وهنا بعد ما كملت درت هذه السنيوه الاولى،
هنايا نكمل نفتح كامل العجينة ديالي، الفور تاعي تكون شعلته على 160 درجة، نشعلو من القبل يسخن، وندخلو الحلوى تاعنا مراحش تطولنا في الطياب على بالكم فيها الكاكاو، ما تغفلوش عليها. هذه يا حبيباتي الحلوى تاعي هنا بعد ما وجدت كيما راكم تشوفوا تجي على حبة، الشكل تاعها ما يتخسرش كامل، يجاو كامل كيف كيف، بسم الله ما شاء الله كيما راكم تشوفوا تجي بزاف بزاف بنينة. هنايا أنا كنت جبت لكم حاجة اقتصادية تلصقوا بها الحلوى تاعكم، كيما راكم تشوفوا كنت لصقتها غير بالمعجون تاع المشماش، تقدروا ديروا المعجون تاع المشماش تخلطوا نواه كوكو، تقدروا تلصقوها بشوكولا طاحتيني، ولا ديروا كريمة الزبدة، نتوما كيما تحبوا. أنا هنا كنت جبت لكم حاجة اقتصادية اللي تقدر أي أخت تلصق بها الحلوى تاعها. نكمل لصق كامل الحبات دياولي بالمعجون كيما راكم تشوفوا، ومن بعداك نعاود نولي ليكم هكا باش نديرو لهم الكلاصاج وتشوفوا الشكل النهائي تاعهم. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم، تجربوها. كما قلت لكم تجي بزاف مليحه، تجي بزاف بنينات، ولا من الاعياد ولا من المناسبات، تكون عندك عرضه تحبي تدي سنيوه بالطبع في يدك، هاد الحلوى على بالي بلي اللي يذوقها راح يسقسيك على الوصفه تاعها. هنا كنت حكمت 250 غرام شوكولا بالحليب، كنت ضفت لها 3 مغارف كبار تاع الزيت، يعني بعد ما ذوبتها على حمام مائي ضفت لها 3 مغارف كبار تاع الزيت، وهنا نجي نكلاصي الحبات دياولي كيما راكم تشوفوا، طريقة بزاف سهلة، أنا هذه الطريقة اللي نكلاصي بها الحلوى ديالي، تساعدني بالبزاف الحبة تاعي تتقلاصا كامل وما تغبنيش كيما راكم تشوفوا، نقلاصيها ومن بعدك نرفدها بالفرشيطة ونحطها فوق بابي كويسون ولا نحطوها في كيس بلاستيكي هكذا باش كي نجو راح نحوها كي تنشف تنحالنا بكل سهولة، والحبة تاعنا ما تتخسرش كامل. هذه يا حبيباتي الحلوى تاعي اللي شاركتها معاكم نهار اليوم، ما تنساوش ديروا بارطاج لا فيديو، وهكا نكمل نقلاصي كامل الحبات دياولي ودوك تشوفوهم كيفاه راح نزينهم. هنا بعد ما كملت قلاصيت الحبات دياولي كيما راكم تشوفوا قلتلكم نديرهم فوق بابي كويسون هكا باش كي نجي نحيهم يتنحاو بكل سهوله. هنا كاين حبات درت لهم زيكزاك بالشوكولا، على كل حال التزيين يبقى اختياري، تحبوا ديروا زيكزاك بالشوكولا وتخلوهم غير بالزيكزاك، تحبوا ديروا زيكزاك وديروا لهم العقاش، تحبوا ديروا زيكزاك وديروا هذه لافيدور هذه الورقه الذهبيه، تحبوا تزينوهم بحبة تاع لوز بحبة تاع جوز نتوما كيما تحبوا. انا هنايا كنت هادوك 3 حبيبات برك عطيت لكم اقتراح، درت لهم زيكزاك ودرت لهم لافايدور، وهنايا حبات الاخرين كنت زينتهم بحبة تاع الجوز ولا نص حبة تاع الجوز واش يكون متوفر عندكم. وهذه هي الشكل النهائي ديالي تاع الحلوى ديالي، كنت درتها في كيسات كيما راكم تشوفوا تجي بزاف بزاف بنينه، على بالي لو كان تجربوها ما راحش تزيدوا تستغناو عليها. ان شاء الله تكون عجبتكم حبيباتي الوصفه تاعي لنهار اليوم، دوك نقسم معاكم حبه وتشوفوها تجي تذوب ذوبان وتجي بزاف بنينه، الكود تاعها كيما قلت لكم ما تعرفوش كامل باش مخدومه. دوك نقسم معكم حبة خياتي وتشوفوا الحلوى ديالي كيفاه جات، نتمنى تجربوها وتعجبكم وتنجح معاكم. وهنا جيت باش نقسم معكم حبة وتشوفوها جات تذوب في الفم كيما راكم تشوفوا. هذه هي الوصفة تاعي لنهار اليوم، لا تنسوش تخلوا لي اشتراك في القناة، تهلاو في رواحتكم والسلام.